السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لكل جمهور نادي الزمالك العظيم. هنتكلم فيه عن أهم المواضيع داخل نادي الزمالك، وهنتكلم كمان عن أهم صفقات الزمالك الجديدة. أجنبي تحت السن يقترب بقوة، الزمالك بدأ ينهي بعض الصفقات. هتسمع أخبار كويسة جدا، اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية. الزمالك بدأ حسم الصفقات السوبر بجد، الصفقات اللي هتفرق مع الزمالك، وكمان في سرية تامة. جين إدوارد النهاردة كل شيء في سرية تامة، تصحى كده تلاقي الصفقة خلصت. ودي حاجة عجباني جدا جدا، ان الزمالك بدأ يشتغل بسرية وفي هدوء، وان هو مش اي حد يعرف الصفقة. والاعلام امبارح الكلام اللي اتصرف في صفقة طبعا الموهبة المغربية عبد الحميد معالي، كان طالع من المغرب، الانفراد كان جاي من المغرب من كل الصحفيين المغاربة بعد الصفقة ما خلصت، واللاعب كان بيعمل كشف طبي وقع للزمالك لمدة 5 مواسم بالمناسبة. فانت النهارده مش هتدي فرصة لأي فريق منافس او اي فريق تاني يخش يبوظ لك صفقة انت محتاجها، ودي حاجة كويسة جدا على فكرة. فارقه جدا في الوقت الحالي مع جون ادوارد. نتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق للراجل، وما تمشيش ورا الحملات يا زملكاوي، خلي بالك. ودي للمره المليون، ما تمشيش ورا اللجان. خلي بالك اللجان اللي قاعده تهاجم في الراجل النهارده 24 ساعه لانه ماشي صح. الراجل بيجيب لك صفقات محترمه وبدا يشتغل في سريه تامه، وممكن يبقى 3 اجانب تحت السن مش 2 بس. تمام، ونتمنى له ربنا يوفقه في اللي جاي. واكيد هو الناس اللي طلعت تقطع في اللاعب اصله ما عندوش ارقام. لاعب 19 سنه، لاعب موهبه بالمناسبه. اللاعب ده صنع العاب مركز 10 وبيميل ناحيه اليمين ان هو يلعب جناح يمين. تمام، وبديل كويس جدا، ولاعب بيشارك مع فرقته السنه اللي فاتت في الدوري 29 مباراه ولا 30 مباراه. ماشي، مالكش دعوه بالارقام، ده لاعب لسه 29 سنه، لاعب لسه بيبتدي مشواره. انت مش جايب لاعب لسه 25 ولا 26 سنه عشان تتكلم معاه في ارقام. اللعيبه اللي تحت السن مش محتاجه ارقام، انا محتاج لاعب تحت السن يكون بالقوه، يكون راجل دولي في منتخب المغرب، راجل يقال ان هو كان عليه خناقه كبيره جدا في المغرب، والزمالك قدر يحسم الصفقه وكان عنده عرض اسباني. ولكن ميزه الزمالك ان هو دخل خلص في وجود جون ادوارد. ما تقلقش من اي حاجه، هو راجل عارف هو بيعمل ايه. ده مش راجل عشوائي، ده راجل بابا الشغلانه. انت غايب بابا الشغلانه، ده كراجل شغال وكيل اعمال عنده شركه تسويق، فهو راجل عارف كل حاجه وعارف كل مدخل وعارف يقدر يجيب منين ويقدر يودي فين. فهو حاجه محترمه جدا، واتمنى ان الزمالك يكمل المشروع بتاع جون ادوارد. حتى الان نتمنى له كل التوفيق، والراجل شغال بشكل كويس جدا، والزمالك سيبتدي حسم بعض الصفقات المهمه. وهقول لك دلوقتي ايه الصفقات اللي خلصت، وايه الصفقات الزمالك بيتفاوض فيها، وايه الصفقات اللي في الرتوش الاخيره. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل، ده بالنسبه لجون ادوارد. كمان بالنسبه لصفقه المدافع محمد اسماعيل لاعب زد، اقتربت بشكل كبير جدا. اللاعب خلاص يعني اتفق مع الزمالك على التوقيع لمده 4 مواسم، والزمالك خلاص خلص كل حاجه مع نادي زد. ولكن يعني متبقي بعض الرتوش الاخيره. ممكن النهارده بكره بالكتير تسمع خبر مهم جدا في صفقه محمد اسماعيل. بالمناسبه جون ادوارد خلاص يعني خلص صفقه محمد ربيع، او اقتربت بشكل كبير جدا من الانتقال الى نادي زد، لان هو وعدهم ان هو هيخلص لهم او هيسهل لهم بصفقه محمد ربيع مدافع بتاع سموحه بديلا لمحمد اسماعيل. محمد اسماعيل هو افضل المدافعين اللي موجودين في الساحه خارج الزمالك والاهلي وبيراميدز، وحاجه محترمه جدا ان الراجل يخش زد ياخد منهم لاعب مهم جدا. انت بقالك سنتين، بقالك سنه ونص مش عارف تجيبه، وكل ما كنت تطلب اللاعب ده يقول لك 70 و80 مليون. الرقم اللي جاي بيه اللاعب يقال ان هو 30 35 37 مليون جنيه وبالتقسيط، ورقم معقول بالنسبه لي. يعني انت الاهلي شاري مصطفى العش ب 70 مليون من زد، فانت النهارده لما جون ادوارد يخش يخلص اللاعب بالكلام اللي اتقال لسه المعلومه دي مش اكيده، تقال ان هي وصلت ل 37 مليون، ودي حاجه كويسه جدا ان انت مجلس ادارتك كله ما عرفش ياخد صفقه من زد، وانت جبت راجل محترم جدا شغال وبيحاول يخلص لك صفقاتك، ودي حاجه كويسه جدا. نتمنى له ان شاء الله ربنا يوفقه. والراجل حتى الان شغال مشروع الزمالك. جبت مدرب شاب، مدرب عنده طموح، عاوز يعمل حاجه، عاوز يكسب بطولات، وجبت له لعيبه مميزه، لعيبه صغيره في السن كلها 22 و23 سنه. وكمان مش ده بس، ده في لعيبه تانية جايه، في مهاجم سوبر ستار جاي، في جناح يمين ان شاء الله هيكون قوي جدا ناحيه اليمين، وجبت شيكو بنزق، وعندك عبد الله السعيد، وعندك محمد شحاته، وعندك محمود جهاد، وعندك بعض اللعيبه اللي هتفرق معاك في الفرقه. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. وفي صفقات تانية بتخلص ودي حاجه كويسه جدا. فانت ان شاء الله الزمالك الشغف هيرجع لك تاني، هتتفرج وهتستنى ان انت تشوف ماتشات الزمالك في الموسم الجديد بسبب طبعا الصفقات المحترمه اللي هتيجي. وده اللي احنا قلناه الحمد لله من شهور، مش دلوقتي. قلت لك الزمالك هيتعاقد على لا يقل من 10 ل 12 صفقه، والناس اللي متابعاني، الناس القديمه اللي موجوده على القناه عارفه الكلام ده. قلنا يا جماعه من شهر ونص تقريبا الزمالك هيجيب صفقات هتلبي كل طموح جمهور الزمالك. النهارده الراجل خلص لك موهبه
كل جمهور المغرب بيتكلم عليها، هو عبد الحميد الملالي. راجل اشول بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب صانع العاب، وراجل لما اتفرجت له على بعض الفيديوهات الراجل ساحر، تحسه حبه كريز. مصطفى فتحي الصغير، انت كنت نفسك مصطفى فتحي يرجع، انت جبت مصطفى فتحي الصغير. واحد يقول لي ما هو زيه زي الجفالي راجل ما خدش فرصه بشكل كامل، وراجل جه اتصاب، واحنا خايفين نخش بيه الموسم الجديد ونجازف بيه، فعشان كده الافضل ان هو يخرج اعاره في الوقت الحالي، لان الزمالك والزملكاويه مش حمل مجازفه جديده، فالراجل هيطلع اعاره عشان نجيب مكانه جناح يمين. والله لو الجفال اتألق ماشي كويس. وفي ميزه في عبد الحميد المعالي ان هو لاعب تحت السن، يعني انت جبت لاعب تحت السن رجله في الملعب هيشارك معاك، فمش واخد مكان اجنبي من الخمسه الكبار، ودي ميزه غير ميزه الجفالي ان هو كان واخد مكان اجنبي وحاجز مكان اجنبي. فخلاص الجفالي بنسبه كبيره جدا خلال ساعات باذن الله هيطلع اعاره لاحد الانديه، والزمالك باذن الله من يوم السبت بكره بالكتير خلال 72 ساعه هتسمع خبر كويس جدا في قصه الجناح اليمين. بمجرد خروج احمد الجفالي هتلاقي الجناح اليمين موجود، اللي الزمالك يعني يعتبر حاسم معاه كل الامور. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه. وصل ادم كايد، وصل الى القاهره زي ما قلنا لحضراتكم. الناس اللي بتقول لك هو لسه جاي، ادم كايد جه قبل كده، خلص كل حاجه، عمل كشف طبي وصور الاعلان بتاع الصفقه وسافر ورجع تاني امبارح بالليل عشان يبتدي ينضم لمعسكر الفريق. ادم كايد هينضم على طول لمعسكر فريق الزمالك. وبالمناسبه الراجل ده خلاص يعني هو النهارده تقريبا هيتم الاعلان عن الصفقه او بكره بالكتير. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وربنا يكرمه معانا. ادم كانت حاجه محترمه جدا، لاعب لسه 22 سنه وكان جاي له عرض من الخليج والصفقه كانت هتبوظ، ولكن جون ادوارد تدخل وخلص الدنيا واللاعب جه والدنيا تمام. فادم كايد وصل متواجد في القاهره للانضمام الى نادي الزمالك، والزمالك سيعلن عن الصفقه بشكل رسمي خلال ساعات، ودي حاجه كويسه جدا. انت جايب لاعب زي ادم كايد مش واخد مكان اجنبي، ولاعب يعني ان شاء الله ربنا يوفقه، لسه 22 ولا 23 سنه، بيلعب جناح شمال وبيلعب مركز 8 وبيلعب صانع العاب، فانت عملت تنويع قدام. ولسه كمان الجناح يمين مع المهاجم باذن الله مع الجناح اليمين بتاع مودرن سبورت، فالزمالك ان شاء الله هيعمل فرقه محترمه جدا خلال الفتره اللي جايه. تفاصيل طبعا عقد الموهبه المغربيه اللي هو عبد الحميد المعالي حاجه محترمه جدا، الراجل زملكاوي لمده 5 سنين، ودي ميزه جون ادوارد إيه؟ ان اي لاعب جاي 5 سنين عشان يا عم احنا مش حمل وجع دماغ، اللاعب يجي يتالق في اول موسم تلاقي العروض جت وانا عاوز امشي ومش هجدد زي ما كان بيحصل في السنوات اللي فاتت، كل لاعب جاي 3 سنين. لا يا باشا، اي لاعب جاي النهارده 5 سنين، احمد شريف 5 سنين، عمرو ناصر 5 سنين، احمد ربيع 5 سنين، كل اللعيبه الصغيره في السن 5 سنين. ادم كايت تقريبا 3 سنين او 4 سنين، النهارده عبد الحميد معالي 5 سنين، اللي هو محمد اسماعيل لاعب زد 4 سنين. فالزمالك بيتعاقد مع اللعيبه المحليه 5 سنين، والاجانب الصغيرين 5 سنين، والاجانب الكبيره لو لاعب مميز هيبقى 4 سنين، ودي حاجه كويسه جدا عشان بعد سنه ولا 2 عقد اللاعب معايا انا اللي اتحكم فيه. والله هتجدد بالرقم اللي انا حاطه مفيش مشكله، عاوز تمشي هات عرض مناسب قبل السنتين، ما جبتش هنجمدك او هنبيعك. ودي حاجه كويسه جدا ان الزمالك لازم يستفيد من كل لاعب. حته ان انا اجيب لعيبه وامشيها ببلاش دي مش كويسه جدا. وبالمناسبه مقابل 500 الف دولار، يعني انا جايب موهبه الناس بتتخانق عليها في المغرب ولاعب دولي وبديل كويس جدا، وهيبقى ان شاء الله ربنا يكرمه مع الزمالك لو يعني ربنا يبعد عنه الاصابات تمام. بالتقسيط تقريبا يقال على سنتين او 3، يعني هتدفع ال 500 الف دولار دول تقسيط. فالصفقات اللي جايه كلها بالتقسيط، ودي حاجه مجلس اداره الزمالك ما كانش بيعرف يعملها. عارف انت عادل بلبينا، انا بقول لك لو جون ادوارد ده كان جه بدري كان خلص عادل بلبينا من بدري من السنه اللي فاتت قبل ما الاتحاد القطري يخش في الصفقه ويرفع المقابل المادي ل 5 مليون، والزمالك كان هيستفاد من عادل بلبينا بشكل كبير جدا. ولكن قدر الله ما شاء فعل، الراجل ده ان شاء الله ينقذ ما يمكن انقاذه. عشان كده خلي بالك في الجان معموله ضد الراجل ده، لان زي ما كان الناس يعني جمهور الاهلي لما تلاقيه قاعد بيتريق على جون ادوارد اصل هو سمسار، وتلاقي بعض الزملكاويه اللجان اللي تابعين لاحد الاشخاص بيهاجموا الراجل واصل هو فاشل وبيجيب صفقات فاشله، والناس طلعت تهاجم في صفقه عبد الحميد المعالي ده اصل هو فاشل. عرفت منين ان هو فاشل؟ ده انا اجيب لك كوبايه عصير واقول لك الكوبايه دي العصير دي حلوه ولا وحشه، تقول لي ايه؟ لازم ادوق، انا ما دقتش ولا شفت. فعشان كده نتمنى ان الناس تهدى وتاخد بالها، زي ما حصل في قصه زيزو اللي جان خدتك في سكه ان هو بالونه وان هو ما بيعرفش يلعب. النهارده جمهور الاهلي بيتغنى بزيزو، سبحان الله، نفس الجماهير اللي كانت بتضحك عليك وتقول لك اصل هو بالونه. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق. والمفاجاه الكبرى ان كان اتكلمنا من زمان ان الزمالك هيتعاقد مع لاعب 8 مغربي في نص الملعب، مركز 8 تحت السن. الكلام
اللي لسه موجود ان الزمالك بيتفاوض مع حسام الصادق. الزمالك بيتفاوض مع اللاعب المغربي حسام الصادق لاعب نادي اتحاد طوارقة مركز 6، عقده بينتهي في نهاية الموسم. اللاعب عنده عرض من الوداد المغربي والزمالك داخل في اللاعب بقوة. ممكن تلاقي لاعب تاني افريقي تحت السن مركز 6. تمام، ممكن واحد منهم يجي، ممكن يبقوا ثلاثة، خلينا نشوف الايام اللي جاية. ولكن المفاجأة ان انا كنت فاكر ان جون ادوارد بدل ما يجيب حسام الصادق ده راح جاب اللي هو عبد الحميد المالي. طلع المفاجأة ان لسه في كلام مع حسام الصادق، ودي حاجة كويسة جدا. حسام الصادق لاعب 8 زي الكتاب ما بيقول، وانا بقول لك لو الزمالك جاب حسام الصادق مركز 8 في نص الملعب اعتبر نفسك جبت حاجه محترمه جدا في نص الملعب، وهتبقى صفقه كبيره جدا. لاعب تحت السن 19 سنه، لاعب اساسي في منتخب المغرب، فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. فالنهارده الصفقات اللي خلصت 3 صفقات جديده بخلاف ال4 صفقات اللي اتكلمنا عنهم او اللي تم الاعلان عنهم بشكل رسمي. عندك ادم كايد خلاص خلصت، احمد ربيع لاعب البنك الاهلي لمده 5 مواسم، عندك كمان عبد الحميد المعالي رسميا لمده 5 مواسم، واللاعب يصل الى القاهره خلال ساعات للانضمام الى فريق نادي الزمالك والمعسكر الفريق في العاصمه الاداريه، ودي حاجه كويسه جدا. طيب واحد هيقول لي مين الصفقات اللي الزمالك شغال عليها في الوقت الحالي؟ صفقه محمد اسماعيل لاعب زد المدافع في الروتوش الاخيره، النهارده او بكره بالكثير هيتم الاعلان عن او هتحسم بشكل رسمي. عندك حامد حمدان، الناس بتقول لك ان هي فشلت، الزمالك متمسك جدا بحامد حمدان ولسه مكمل فيها، ولكن دي صعبه شويه، وخلينا مكملين في قصه حامد حمدان. عندك احمد عيد لاعب المصري، الزمالك انهى كل الاتفاقات مع اللاعب ومع النادي المصري، وجلسه خلال ساعات برضه لحسم الصفقه. احمد عيد الباك اليمين، الزمالك عاوز يدعم بالباك اليمين، وممكن بالمناسبه يكون في باك يمين مغربي، ممكن بالمناسبه يكون في باك يمين مغربي برضه، لان كان في كلام ان في باك يمين مغربي جاي، خلينا نشوف الايام اللي جايه. عندك جناح يمين اللي هو خلاص فوق السن، هيكون طبعا بلال ولد الشيخ الاقرب حتى الان. ممكن جون ادوارد يفاجئنا بحاجه احسن، اتمنى، عشان في خلاف عليه من جمهور الزمالك. في ناس مش عارف شايفه ان بلال ولد الشيخ ما بيعرفش يلعب، ولكن هي وجهات نظر. فبلال ولد الشيخ حتى الان هو مخلص كل حاجه مع الزمالك، ممكن جون ادوارد يكون بيراوغنا، كل شيء وارد. انت مع جون ادوارد بتتغفل كتير، فبرضه عشان ما يعني المهم ان في جناح يمين محترم جاي. بلال ولد الشيخ ان شاء الله لو الجفالي خلاص خرج، فبلال ولد الشيخ هيكون متواجد خلاص، يعني خلال ساعات قليله 48 ساعه 72 ساعه هيكون الزمالك حسم قصه الجناح اليمين. عندك مهاجم اجنبي المرشح بقوه حتى الان كارلوس فينيسيوس، المهاجم البرازيلي اللي عنده 30 سنه، صفقه انتقال حر. الزمالك كان وصل معاه زي ما قلت لكم قبل كده ان هو مقدم عرض 1.3 مليون، اللاعب عاوز 1.8 مليون. في مهاجم تاني مش متقال اسمه ومهاجم قوي جدا واحسن من كارلوس فينيسيوس، الزمالك به داخل معاه في مفاوضات وقال ان هو اقترب منها. فبرضه قصه المهاجم الاقرب فينيسيوس او كارلوس فينيسيوس، ممكن يظهر اسم جديد قوي جدا، ده في كلام عليه متكتم بشكل كبير جدا. المعلومه اللي عندي ان في مهاجم تاني اتمنى ان هو يكون سلفادور زيني اللاعب الانجولي لاعب منتخب انجولا اللي بيلعب في الفرقه اللي جاي منها شيكو بنزا، اتمنى. ولكن حتى الان شيء اللي هو اللاعب الانجولي ده يعني المعلومه دي من مكان تاني، ولكن الزمالك شغال على مهاجم محترم جدا. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق وقال ان هو لو خلصت صفقه بوم، اتمنى، لان ده اللي هيفرق جدا مع الزمالك في الهجوم. كمان عندك محمد مسعد الجناح اليمين بتاع مودرن سبورت، الزمالك كان بيتكلم معاه، مودرن سبورت لسه ما حسمش الصفقه. لاعبين تحت السن بالمناسبه، حسام الصادق مركز 8، ممكن يبقى في لاعب تاني افريقي في مركز 6. كان المعلومه اللي عندي ان كان ميدو مخلص مع لاعب 6 افريقي تحت السن دبابه مسمار. هل جون ادوارد هيفعل الاتفاق؟ هل لسه هنشوف؟ هل هيجيب حسام الصادق؟ اتمنى حسام الصادق في مركز 8 حاجه محترمه جدا. والمناسبه عبد الحميد المعالي بيلعب مركز 10 مركز صانع العاب، وبيميل شويه ان هو يقدر يلعب جناح يمين، فانت كده هتجيب جناح يمين فوق السن وعندك عبد الحميد بيلعبها. وان شاء الله الزمالك يضم جناح يمين محلي كمان ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. ده بالنسبه لكل اخبار نادي الزمالك. بمناسبه الجناح اليمين في كلام على جناح يمين تاني يقال ان هو جزائري فرنسي حاجه زي كده، ولكن خلينا نشوف الايام اللي جايه جون ادوارد هيعمل ايه، لان جون ادوارد برضو انت ما تعرفش تمسكه لان هو بيراوغ الراجل ده. فجأة ما كده هتلاقي صفقة ما تنتهي بشكل سرية تامة زي ما حصل في صفقة عبد الحميد المعالي، وانا عاجبني جدا السرية التامة اللي بتنتهي بيها صفقات الزمالك. نتمنى ان شاء الله في النهاية كل التوفيق للزمالك. حابب اشكر كل الناس المحترمة اللي بتتابعنا على الدعم خلال الفترة اللي فاتت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية. سلام.